إن الحكومة طرابلس في قيادة السيد سراج وموقفها الجيد للغاية، فإن الانقلابي حفتر رفض ولم يقترب للتوقيع على اتفاقية السلام ووقف إطلاق النار، وعلى الرغم من أنه كان في البداية يرغب، ولكن هرب من موسكو دون التوقيع. ولكن وفدنا الصادق وكان الوثيقة وقع عليها طرفنا والحكومة طرابلس. الآن نحن قمنا بواجبنا، والآن الواجب والدور دور الوفد الروسي والجهة الروسية. نحن لا ننكر ما نقول به على الدوم، ونحن وعدنا بوعد ووقفنا وراء هذه الكلمة حتى النهاية. وهنا أيضا حفتر ترك موسكو دون التوقيع على هذه الوثيقة. إن الشروط التي وضعها حفتر هو أيضا يظهر نيته الحقيقية ووجهه الحقيقي. فإن الانقلابي حفتر نعلم سجله في كل الاتفاقيات الماضية، ونعلم بأنها سجله غير جيد، وأنه يقوم بتطبيق ما يصب في مصلحته، ولا يطبق ما لا يصب في مصلحته في كل اتفاقية. ولكن الآن الأمر مختلف، إذ أن تركيا تدخلت في هذه القضية، واللقاءات التي جرت في موسكو بالأمس أصبح وجه الحقيقي، وسقط القناع عن وجه حفتر أمام المجتمع الدولي. وإن قمة ومؤتمر برلين الذي سيعقد قريبا، إيطاليا ومصر والجزائر وتركيا والإمارات العربية المتحدة، سنقوم بتقييم كل هذه الأمور. وإن هذا الاجتماع وعدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ستكون لديها مشاركة، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. نحن أيضا بلغنا الأطراف المعنية بأن على قطر أن تكون موجودة أيضا في هذا المؤتمر، ولكن لم نصل إلى النتيجة التي نرغب بها. إن وجدان المجتمع الدولي بإمكانه أن يجبر بإحقاق سلام في ليبيا، فيجب علينا أن لا نقيم القضية الليبية على أنها هي مصدر للطاقة والبترول فحسب والنفط فحسب، بل علينا أن نجد هناك أزمة إنسانية، وهذا المعيار هو الذي سيوصلنا إلى حل في قضية ليبيا. إن إخواننا ليبيا والحكومة الشرعية استمر استهدافها. لا يمكننا أن نبقى ونتراجع عن الرد اللازم لحفتر إن استمر في استهداف الحكومة الشرعية والأشقاء الليبيين.